يلا نعمل فطار اول يوم العيد. هعمل معاكم الكبد والكلاوي، والاكل اذواق، بس دي تقريبا احلى طريقه تعملوا بيها الكبد والكلاوي. انا جربت كذا طريقه، بس دي احلى طريقه بالنسبه لي. يلا بينا نبدا. وهنضيف اول حاجه الكبد والكلاوي متقطعه ونضيفه طبعا، وهنضيف عليهم بعد كده بصلايه متقطعه جوانح، وهضيف عليهم حبهان ورق لورا ومستكة، وكمان هضيف عليها الخطير اللي بجد المفروض يسموه القاهر لأي ريحة غير مرغوب فيها وأي زفارة، وهو القرنفل المسمار. بجد خطير. هضيف طماطمايه، وهنضيف كوباية واحدة بس من المية، هي دي اللي هتستوي فيها الكبدة، بس ما نزودش اكتر من كوباية لان الكبدة هتنزل مية منها. بعد ما تستوي هنفتح عليها. شايفين كمية المية اللي نزلت منها؟ هنحط بقى البهارات بتاعتنا، وهي ملح وفلفل ابيض او اسود. انا بحط الابيض عشان ما يغمقش الكبدة. هركنها على جنب الكبدة واسيبها في شوربتها زي ما هي عشان تفضل طرية بيها. هجيب طاسة وهنزل فيها بشوية من الزيت، وكمان معاها مكعب من الزبدة، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وبعد كده احط فلفل اخضر حامي وبارد، وبعدين هنزل عليهم بالكبد والكلاوي بالبصل والطماطم اللي كانوا عليها ولسه مطلعها حالا من شوربتها. هنشوحها شوية، وبعد كده هنضيف معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الجافة، واخر حاجة رشة من البقدونس او الكزبرة الخضراء، ومعاهم الطحينة ورغيفة الفينو بقى. جهزوها او العيش البلدي زي ما تحبوا، واعملوا سندوتشاتكم وبألف هنا وشفا. الطريقة دي لو حد اول مرة يجرب ياكل الكبد والكلاوي ان شاء الله هتعجبه وهيعتمدها. انا سارة هلال. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني عشان توصلكم وصفات الجديدة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.